بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الكوره مع ميكا. صراحه ما بطلعش كتير لان الواحد يصعب عليه انه يطلع يتكلم في حاجه ترفيهيه بينما الاحداث في غزه داميه وبيتم قتل الكثير والكثير من الفلسطينيين الاشقاء كل يوم، لكن نحتسبهم جميعا عند الله شهداء ان شاء الله. ربنا يصبر اخواتنا في فلسطين ويقوي عزيمتهم وينصرهم على اعدائهم ان شاء الله. النصر لغزه وفلسطين ارض عربيه من اولها لاخرها. الاحداث مش كتيره في الفتره الاخيره بالنسبه للكره المصريه، ولكن النهارده كان في الجوله التاسعه من الدوري العام اللي كان ابرزها مباراه بيراميدز وبلديه المحله الزمالك والمصري. بالنسبه لمباراه بيراميدز احنا ما شفناهاش لانه كنا بنتفرج في نفس التوقيت على مباراه الزمالك والمصري اللي كان اغلب الجمهور متابعها النهارده، لكن مباراه بيراميدز وبلديه المحله انتهت بالتعادل 2-2، وبهذه النتيجه ظل بيراميدز في المركز الاول برصيد 17 نقطه. اما المباراه الاهم النهارده ذات الجماهيريه والشعبيه كانت مباراه نادي الزمالك والمصري في برج العرب. المباراه اللي كان كتير من الزملكاويه مستنيينها على اساس يقدروا يقيموا فريقهم، لان الفتره اللي فاتت كانت مباريات نادي الزمالك في الكونفدراليه وضيف عليهم مباراه فيوتشر ما كانتش بتقيس الاداء الحقيقي لنادي الزمالك، ورغم فوز نادي الزمالك في هذه المباراه. احنا عارفين ان الزمالك لعب 3 ماتشات في الكونفدراليه، والثلاث ماتشات كان بيلعبهم في القاهره، وقدر نادي الزمالك يكسب ال3 ماتشات دول ويتصدر مجموعته في الكونفدراليه برصيد نقاط. لكن اللي انا طالع النهارده مخصوص عشان اقوله ان ال3 مباريات اللي فاتوا في الكونفدراليه بالاضافه لمباراه فيوتشر ما بتقيس المستوى الحقيقي لنادي الزمالك، بدليل ان نادي الزمالك مع اول مباراه الى حد ما صعبه او يعني بيكون فيها شويه نديه كانت مباراه المصري النهارده، وقدر نادي المصري انه يحقق الفوز على نادي الزمالك على غير المتوقع. طبعا كتير من الزملكاويه ممكن يزعلوا من الكلام ده، لكن انا بقول لك ان فرقه نادي الزمالك ما فيهاش حد يصلح للعب نادي الزمالك او نادي جماهيري بحجم نادي الزمالك غير احمد سيد زيزو، اللي يعتبر افضل لاعب في مصر خلال اخر 3 سنوات، ولكنه ما معهوش حد يسنده في الملعب. يعني اللي كان بيسنده شويه كان امام عاشور، وامام عاشور انتقل من نادي الزمالك، فيعني ما فيش حد في نادي الزمالك نقدر نقول انه بيساعد مع زيزو. هتقول لي كمان الزمالك فيه شيكابالا، هقول لك لا، هو ما فيش غير زيزو، لان شيكابالا لعيب كبير ويعني يعتبر 37 38 سنه، فشيكابالا ممكن تاخد منه نص ساعه يعمل لك كوره او كورتين، ومش كل ماتش، ممكن كل ماتشين او 3 ممكن يجيب جول حلو كالعاده لانه لعيب حري، ولكن ما يعتمدش عليه كاساسي في الفرقه او كلاعب انك تبني عليه امال كبيره داخل الملعب. النهارده الزمالك بيخسر، ومن 8 مباريات نادي الزمالك عنده 11 نقطه في المركز ال11. انت بتتكلم ده 11 نقطه؟ ايوه، الزمالك لعب 8 مباريات كان المفروض يجيب فيهم 24 نقطه، جاب منهم 11 نقطه. طب الحل ايه؟ الحل ازمه القيد تنحل، لان مجلس الاداره جاي وعارف ان دي المشكله الرئيسيه قدام نادي الزمالك، ونادي الزمالك يقدر يعمل صفقات، يجيب 4 5 صفقات شتويه يكمل بيهم السيزون ده، اللي اقدر اقول لك هو مش هيقدر ياخد فيه الدوري ولا هيقدر ياخد فيه كاس مصر، لكن يقدر ياخد الكونفدراليه لو تجنب احد الفرق العربيه الموجوده في الكونفدراليه. زي ما احنا عارفين مفيش غير اتحاد العاصمه ونادي البركان اللي موجودين في الكونفدراليه، ممكن الزمالك تقابل معاهم بعد كده في الدور ربع النهائي او نص النهائي او النهائي، لكن الزمالك بنسبه 99% هياخد الكونفدراليه، لان الكونفدراليه بقول لك الفرق اللي فيها كلها فرق مدارس، بدليل نادي الزمالك لعب 3 ماتشات كسب ال3 ماتشات فيها وهو في اسوأ حالاته. طب هل الزمالك يقدر يفك ازمه القيد خلال الفتره الجايه ديت؟ يعني اللي انا شايفه ان صعب جدا نادي الزمالك يحلها بدون بيع زيزو. زيزو جاي له عرض من نادي الشباب السعودي ب 10 مليون دولار، يعني يقدر نادي الزمالك يحل مشكله القيد ويدفع الغرامات اللي عليه ويدفع حتى غرامه خالد بوطيب، واي غرامات موجوده على نادي الزمالك يقدر نادي الزمالك يدفعها ويحصل عنده انتعاشه ماليه يقدر من خلالها يجيب لعيبه. لكن لو جماهير نادي الزمالك عاوزه تحافظ على سيد زيزو يبقى لازم تستغنى عن الصفقات، لان الزمالك لو قدر يحل مشكله القيد مش هيقدر يجيب صفقات، ولو قدر يجيب صفقات مش هيقدر يسجلها لان في مشكله قيد. يعني الحل مفيش غير بيع زيزو، وده اللي هيحصل، او بنسبه 99% الزمالك هيبيع زيزو، لكنه مش قادر يواجه الجماهير ويقول الكلام ده حاليا، لكن هتيجي في لحظه معينه قبل فتح فتره القيد الشتويه وهيعلن نادي الزمالك بيع زيزو للشباب السعودي عشان يقدر يحل مشكلته الماديه.
طب الزمالك لما يبيع زيزو هيلعب ازاي؟ زي ما احنا قلنا الزمالك في وجود زيزو او غير زيزو السنه دي مش هياخد بطولات باستثناء الكونفدراليه اللي انا بقول لك هياخدها بنسبه 99%. لكن الزمالك لما يبيع زيزو هيقدر يفك فتره القيد الشتويه ويقدر يجيب 2 3 لاعيبه 4 لاعيبه يكمل بيهم السيزون على الاقل يظهر بمستوى لائق بقيه السيزون. وفي الانتقالات الصيفيه الجايه يقدر يجيب لعيبه فرز اول يكمل بيها قائمته ويزين بيها فرقته ويبتدي الموسم على اساس قوي وانه معاه لعيبه كويسه يقدر يعملوا فتره اعداد ويبدا الزمالك يشم نفسه ويبتدي الموسم الجديد على احسن ما يكون. غير بيع زيزو الزمالك بيقدر يحل مشاكله الا اذا جات له غرامه كهرباء وده هيحل بيها مشكله القيد بس لكن مش هيقدر يشتري لاعب. خلاصه الحلقه ان ماتشات الزمالك السابقه لا تعبر على مستوى لاعبته الحقيقيه لانه كان بيلاعب فرق مدارس في الكونفدراليه وكان الاستثناء الوحيد انه لاعب فريق فيوتشر وكان في اسوء حالاته في اليوم ده فيوتشر فقدر الزمالك يكسب 2-0. لكن النهارده مع مقياس حقيقي وفريق حقيقي ما قدرش نادي الزمالك انه يحقق اي نتيجه ايجابيه وكان وخسر 1-0. صحيح الزمالك كان مسيطر على المباراه لكن سيطره سلبيه صحيح كوره في العارضه او كورتين ولكن المصري قدر يكسب نادي الزمالك 1-0 غير انه المصري مضيع ضربه جزاء في الشوط الاول كان ممكن النتيجه تعدي 2 أو 3. فالزمالك محتاج يبيع زيزو عشان يحل مشكله القيد ويقدر يشتري لعيبه ويبتدي السيزون الجديد على احسن ما يكون. قبل ما اختم الحلقه ان شاء الله بكره موعدنا مع مباراه النادي الاهلي في ربع النهائي كاس العالم للانديه اللي هتكون مع نادي الاتحاد السعودي. المباراه اللي مستنياها كل جماهير النادي الاهلي وجماهير الكوره المصريه في العموم. جماهير النادي الاهلي مستنيه تشوف فريقها هيعمل ايه بعد الاداء المهتز خلال الفتره الماضيه وجماهير الزمالك قاعده مستنيه عشان تشفت في جماهير النادي الاهلي لو النادي الاهلي خسر. نتمنى نشوف مباراه جامده جدا ان شاء الله بكره وكل التوفيق للنادي الاهلي. اشوفكم حلقه قريبه ان شاء الله. الكوره مع ميجا.